ب3 مليارات. وأيضا استلم الحكم وداعش يحتل بعض المناطق يعني في العراق. مو يذهب ليستقطع رواتب الموظفين. أنا مع أن يستقطع رواتب كبار الموظفين، بس أنا لدي معرفة الحقيقة. نعم. وقرأنا في الموازنة، وممكن يغنينا السيد النائب، 4 مليارات وشوية دولار الآن مخصصة يمكن للرئاسات. نعم. هذا الانطلاق لو اكتشفها الشارع راح يصير مشكلة أكبر. نعم. ايش قد انطيني ايش قد 4.2 مليار دولار. نعم. هاي الرئاسات الثلاثة في موازنة 2016. نعم. خلي يكشفوا هذا الرأي العام. أنا الحقيقة لدينا نحن اليوم نطالب من الدكتور سليم الجبوري ونطالب من مجلس النواب العراقي قبل التصويت على موازنة 2016 أنه يكشفون الأموال اللي خصصت للرئاسات الثلاثة. خلي يكشفوها، لأنه أنا أعرف في استعداد لإضراب مدني عام الحقيقة. نعم. خلي يكشفوها، لا يروحون على واحد راتبه 600,000 دينار ما تسدد الحقيقة أجور الكهرباء اللي يدفعها للمولدات. نعم. ويجون يستقطعون من عنده 100,000 دينار. يعني كل الرواتب استاذ احمد راح تكلف فقط يعني التقشف مالها مليار واحد. لا هذا مو صحيح. مئات المليارات هم سارقيها يعني بعض السياسيين. عفوا للمقاطعة ستيف، هذا غير صحيح. أنا رجل مختص في هذا الجانب واعرف ماذا يحصل. المليار دولار سيدتي اللي يتحدث عنها وزير المالية مو صحيح. نعم. لأنه مخصصات الرئاسات الثلاثة مخصصات أقصد وليس رواتب. نعم. أنا أقول لك بالشهر مليار دولار وليست كذا، وخلي يكشفون الأرقام. نعم. لكن هو يقصد رواتب الموظفين، يعني رواتب الموظفين. قلل الفقراء مليار دولار صحيح. نعم. رواتب الفقراء هذا ما كنت أقصده. بالضبط. لكن الرئاسات الثلاثة مثل ما تحدثت السيد أحمد الأبيض يعني معلومة خطيرة جدا، مليار دولار كل شهر. طبعا. يعني أريد أيضا أنه الدكتور سليم الجبوري ومجلس النواب ممثل الشعب العراقي قبل التصويت على موازنة 2016 يكشفوا الأرقام. أنه يكشفوا الأرقام، خلي المواطن يكون هو الحكم. لا يجي يسوي لي بلوك على رواتب الرئاسات الثلاثة، يسوون بلوك بكل الموازنات. وأنا أتحدى أي واحد من العراقيين يعرف ما هو مقدار راتب رئيس الجمهورية. آخر رقم سمعناه قالوا 80 مليون خفضوه 8، والعام عندما تحدث رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان قالوا 46 مليون. لا ندري حقيقة الأمر. نعم. أكو واحد عراقي يعرف قد راتب رئيس الجمهورية؟ نعم. أنا أعرف راتب أكيد يعبر 100 مليون. عفوا خلي ألطف الجو وأختم بذلك. أنا أعرف ايش قد راتب ملك إسبانيا وأنا عراقي. ايش قد راتب؟ 10,000 دولار. ها؟ وأنا أعرف راتب رئيس جمهورية العراق 10,000 دولار. راتب ملك الأردن تقريبا 9,000 دينار أردني. نعرف لأن تنشر رئيس العراقي رئيس جمهورية العراق ما حد يعرفه يعني يعبر 100 مليون، يعبر ما أعرف 100,000 دولار. ما أعرف والله ما أدري. ليش أجاوبش على شيء؟ لأن إذا تطبين هسه على أي ويب سايت المملكة الأردنية، تطبين على مصر، تطبين على أي دولة قد رئاسة الجمهورية قد الراتب. نعم. على النت موجود. نعم. يعني نتمنى إنه يتبعون يعني والله ما أعرف شو أحكي على هاي الأرقام. دخل أرقام كلش كبيرة والله.